اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الصباح. اذا اجواء رائعه وسماء يعني ممطره وغائمه. الحمد لله على هذه النعمه. لو كانت في هذه الكبرنات ما نزل هذا، والحمد لله يعني في يد الله. اذا ما علي الان هذا الصباح يعني الا ان ارد على الكبرنات وبعض يعني الجرابيع الجزائريه التي يعني استفزها تعليق جواد بدة الذي يعتبر من المعلقين المحترفين عالميا، والذي يعمل بقناة بي ان سبور. اذا شنو بغيتو يقولوا؟ شنو بغيتو هاد جواد بدة يقول؟ هو واحد صحفي معلق قال الحقيقة كما هي، وما خلاش شي واحد يهضر بلاصتو. قال ان المغرب شارك ولكن يعني تعثر عليه الولوج الى الجزائر، يعني وهذا امر عادي جدا. هذا الشيء اللي كاين، هذا هو الواقع. راه ما عمر شي جنرال ديالنا حنايا ناض هضر ويقول ان الجزائر عدو وغنفعلو غنحميو وغنديرو. ما عمر هذا الشيء كان. بالعكس، راه الخطب الملكيه شاهده على ما يعني شاهده على كل شيء. انه كيقول ان اليد المغربيه ممدوده وما غاديش يصيب شي مكروه الاخوان الجزائريين، وقال ان كيطلب من الرئيس انه يدير في يدو باش يبنيو العلاقات، باش يأسسوا الاتحاد الافريقي، يعني واحد الاتحاد شمال افريقي يعني قوي، يكون واحد الاقتصاد مندمج يكون. ولكن العصابه ديالكم هكا دايره، هادشي اللي باغا. راه ما يعني راه كيقولوا خصهم يقولوا داكشي اللي بغاو. وكما قلت راه ما كاينش شي جنرال جزائري مغربي او شي شخص من الرتب العسكريه المغربيه يخرج في شي تصريح. يعني هذه من بين الحوايج يعني اللي نادره عالميا. راه ما عمر العسكر ديالنا كيدخل في الشؤون السياسيه والعلاقات الدوليه وهذا. يعني كيكونوا بعاد هذوك الجنود او الاسود المغربيه لحمايه المغرب، ماشي لاستهداف البلدان المجاوره والدول. يعني لان راه القوات المسلحه الملكيه والامن الوطني والقوى المساعده والوقايه المدنيه يعني والاجهزه كامله ديال الامن بالمغرب راه هي من اجل حمايه المغرب، من اجل حمايه المملكه المغربيه، وفقط ماشي من اجل الهجوم على الدول كما كديروا نتوما، كما كيدير شنقريحه ودوك وبن عليه وديك الروينه كامله اللي دايره به. اذا فانتوما راه الناطق الرسمي هو العسكر، ودوك الجرابيع اللي دايرين به عاوتاني كيوليو يفرقوا. يعني بحال كيديروا ديستريبيسيون، كيفرقوا الكلام، كيفرقوا الهضره. اما ما قاله السيد جواد بدة فيعني هو عادي جدا. المغرب شارك ولكن ما مشاش للجزائر. علاش ما دخلش للجزائر؟ لانه طلبته خص ما تدخلش الطياره ديال المغرب. هذيك هي المقوله ديالي. يعني فيك ويخمنك انت باغي واحد السيد يجي عندك، ولكن ما غاتجيليش من تما، اجيلي من تونس. استقبل توانسه وهني راسك. المغرب والمغاربه جاو للمطار قالوا عليكم حجه ودليل، وشافها رئيس اتحاد سميتو الفيفا، شافها رئيس الكاف، شاف داك يعني داك الجلوس ديال اللاعبين كينتظروا القرار النهائي، ولكن تم الرفض من الكابرانات. اذا يعني امر طبيعي جدا انه راه ما غيتواجد المنتخب المغربي ما غاديش يتواجد في الجزائر. يعني امر عادي جدا. انت قلتي له ما تجيليش في الطياره ديالك، منين غادي يجي؟ راه ما يمكنش. راه الا بغيتي تستقبلوه عن طريق تونس فاستقبل تونس هي صافي يعني فقط. يعني ما علاش تستقبل المغرب؟ علاش يجي حتى لتونس ويجيك ولا فرنسا ويجيك؟ اذا فيعني الكلام ديالو راه منطقي وعادي جدا، وخصكم يعني تقبلوه بغيتو ولا ما بغيتوش. هذاك راه غتقبلوه يعني راه هذا امر واقع كيتفرض عليكم. و2025 يعني وسميتو كاس الاتحاد الافريقي 2025 في الجيب رغم الصعوبات. اذا هذا الشيء اللي كان مشاهدينا الكرام. يعني دائما كنحاولوا نردوا على الابواق المأجوره
والصحافه الصفراء ديال بودورو، الصحافه ديال الكبرانات ديال العصابه. اما الشعب الجزائري المسكين يعيش الويلات، والله انه يعيش الويلات، كيعيش ازمات ان لم نقول يعني الاضطهاد. الشعب مقهور، الشعب ديال الخرافات، الشعب ديال يعني جميع الاوصاف منطبقه يعني على الشعب الجزائري. مكلخ مسكين، ما عارفش، مقموع، كيضحكوا عليه باش ما الماتش غيتعاود. يعني راه بزاف ديال الحوايج اللي كيديروا الاخر، بزاف ديال